كيفكن صبايا؟ اليوم راح أعملكم كبة الشمندر. نحتاج كاسة برغل أسمر ناعم، كاسة برغل ناعم أصفر، بنضيف لها كاسة ونص من مية الشمندر، وبعدها بنضيف كمان قطع الشمندر. البهارات هي نعناع وكمون وبهارات مشكلة وكزبرة. نضربها على الماكينة، هي لازم نضربها على الماكينة تقريبا وشين. طبعا الشمندر انا قشرته وقطعته وحطيته تقريبا مع كاستين مي، تركته على الغاز لحتى انسلق منيح، وبعدها ضفته للبرغل. هون ضفت عليهم بعد ما ضربتهم على الماكينة، ضفت عليهم معلقتين طحين ومعلقتين نشا وعجنتهم منيح. لازم نعجنه تقريبا 10 دقايق، نخليها لحتى تتماسك شوي. هون بنحضر الحشوة. عنا كاسة زيت زيتون، بنضيف لها بصلة، وانا غسلت السبانخ وصفيته من المي، بضيفه له وبضيف عليه البهارات عبارة عن نعناع وفلفل أحمر وكزبرة وسماق وبهارات مشكلة والملح حسب الرغبة طبعا. بقلبها شوي، ما بقلبها كتير يعني، بخليها شي 5 دقايق تقريبا على النار، لأن السبانخ ما بده كتير سوا، هي بالأساس يعني بتاكل ني حتى كمان. بعد ما قلبت منيح بخليها لحتى تبرد الحشوة. طبعا ضفت لها هون الرمان والجوز وبقلبها شوي وبتركها على جنب لحتى تبرد. بلش بعملية الحشو. طبعا الحشو حسب الرغبة، ممكن تسويهم بالشكل المعتاد حسب كل وحدة واستطاعتها كيف تعمل الشكل، يعني كيف ما عملتي بيزبط. ممكن نسويها هيك مثل ما عم تشوفوا، وممكن كمان نعملها شكل تاني. هذا الشكل بيقولوله الدبابة، مشهورة في العراق. هي الأكلة يعني نباتية. هاي الناس اللي ما بتحسن تاكل لحمة، أو مثلا ما يعني هي واللحمة مو صحبة مثلا، أنا بتحب الشي النباتي، وأنا بنصح فيها كتير طيبة. هاي الكبة طعمتها كتير طيبة، خاصة دبس الرمان الموجود فيها بيعطيها نكهة كتير طيبة. وفي عندي حشوة تانية كمان عبارة عن لحمة وبصل وبهارات مشكلة وملح. هي طيبة كمان باللحمة، بس أنا بفضل السبانخ، بتجي فيها أطيب. وفيكن تحشوها كمان بطاطا مسلوقة أو أي شي بتحبوه. هذا الشكل النهائي. هلا بنبلش بالقلي، وهذا الشكل النهائي بعد القلي. بيتقدم جنبه اللبن الرايب ودبس الرمان. دبس الرمان طبعا مع كبة السبانخ. وهي شكلها تقريبا من الداخل، شوفوا كيف بتشهي. صحتين عافية.